مرحبا بكم أعزائي المتابعين، وأخيرا عدنا إلى سلسلة مهنة مدرب ريال مدريد، وسنواصل فيها على الأغلبية لأني سوف أقوم باستراحة من مهنة لاعب لأن لاعبي بعد موسم خرافي أجهد كثيرا. وسنلعب أول مباراة في دوري الأبطال. للأسف لم تروا قرعة دوري أبطال أوروبا، ولكن سترون الآن المجموعات كاملة. أوكي. فريقي السابق مانشستر يونايتد جاء في نفس المجموعة، هو وبايرن ميونخ وكوبنهاغن، وسيخرجون من دور المجموعات كالعادة لأنهم أقلوا أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم. أرسنال مع سبورتينغ براغا وسالزبورغ ولاتسيو. والله مجموعة صعبة. لماذا صعبة؟ صعبة على من سيتأهل بالمركز الثاني، لأن أرسنال محسوم المركز الأول، لكن من المركز الثاني؟ لاتسيو أو أربي سالزبورغ؟ فستكون حقيقة حتى سبورتينغ براغا قد ينافس. أوكي. هذه مجموعة الموت: باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وميلان وليبزيغ. وليبزيغ قوية على فكرة، حصلوا على 12 نقطة في دور المجموعات بدوري الأبطال، لم يخسروا إلا ضد السيتي والريال في دوري أبطال أوروبا، وكانوا عنيدين أمام السيتي والريال، رغم أنهما أفضل من أفضل 3 أندية في العالم حاليا. فأقوى نادي في العالم حاليا هو الريال، والثاني هو باير ليفركازن، والثالث هو مانشستر سيتي. فالمهم، أنا أظن أن أوكي السيتي سيمر أولا، وباريس سان جيرمان ثانيا، وبين الميلان وليبزيغ الصراع على الدوري الأوروبي. ولكن أظن أن ليبزيغ سوف يتمكن وميلان سوف يخرج. ميلان لم يعد مثل قبل. وريال سوسيداد مع جلاتا سراي ونيوكاسل وبورتو، هذه أيضا مجموعة موت على فكرة. فيعني المركز الأول سوف تقولون لي نيوكاسل، وأنا أقول لكم يمكن أن يخطف بورتو المركز الأول. فوالله يا أصدقائي صعب جدا، لأن بورتو قدم دور مجموعات ممتاز. لو تعادل مع برشلونة في مباراة واحدة، أو أوكي لو فاز على برشلونة في مباراة واحدة لا تأهل في الصدارة وواجه نابولي وخرج. ولكنه فضل أن يذهب ثانيا ويواجه، نسيت من واجه بورتو، ويواجه نادي أرسنال، وكان عنيد مع أرسنال. لو تذكرتم فازوا في الذهاب وحملوا أرسنال إلى الركلات الترجيحية، ففريق قوي بورتو. فأظن أن بورتو سيتأهل أولا، ونيوكاسل ثانيا، وجلطة سراي إلى الدوري الأوروبي، وريال سوسيداد موسم صفري. أوكي، ليس موسم صفري، أقصد يعني يخرجون خالي لوي فاض. وبرشلونة كالعادة في مجموعة سهلة، تتأهل هي الأولى، وأونيون برلين ثانية، وجينك ثالثة، وهذا الفريق لا أعرفه، أظن أنه سيذهب في المركز الأخير. ومجموعتنا نحن مع الإنتر ولينز وفينورد. فلا يوجد إلا صراع بين الإنتر ونحن الريال على من سيتأهل في الصدارة، وصراع بين لينز وفينورد على المركز المؤهل للدوري الأوروبي. وهذه أيضا مجموعة موت: بوروسيا دورتموند ونابولي وسيلتيك وأتلتيكو مدريد. أظن أن دورتموند سيتأهل في الصدارة، وأتلتيكو ثانيا، ونابولي ثالثا، وسيلتيك خليل وفاض. وبالنسبة لآخر مجموعة يعني كلها أندية ضعيفة: بنفيكا قوي سيتأهل في الصدارة، والثاني سيكون بي اس في ايندهوفن، وإشبيليا إلى دوري الأوروبي، وشختار لن تذهب إلى ولا شيء. وأسف على الصوت السيء لأني مريض يا أصدقائي. ولكن يا أصدقائي، جاءنا عرض مهم جدا للاعب إبراهيم دياز. فأن إبراهيم دياز لا أمنحه فرص كثيرة، ولكن في آن واحد نحن نحتاج إلى جناح أيسر، لا نملك جناح أيسر بديل، وهو أصلا يعني غاضب من العقد، يريد الرفع من راتبه. فوالله خيار بيعه ليس سيئا، خاصة وأنه سيمضي معنا نصف موسم، لأن كما سوف أريكم الآن. أوكي.
الجدول كآخر مباراتين تعادلنا فيهما، شيء سيء جدا جعل برشلونة في الصدارة. ولكن يا أصدقائي انظروا، يعني نحن الآن بالضبط في 19 سبتمبر، يعني انتهى كل شيء، انتهت الانتقالات. فمهما حدث يعني خسلوا. ويا أصدقائي فهمت لماذا نحن في مانشستر يونايتد لم تكن الأوضاع على ما يرام. عندما يكون لاعب ليس جيد تذهب هنا وترى لماذا روحه المعنوية منخفضة. سعيد في النادي ويعتقد أن النادي يتمتع بأجواء غرفة ملابس جيدة وسعيد مع وقت اللعب، فلماذا هو ليس سعيد؟ والله لا أعرف يا أصدقائي لماذا ليس سعيد. والله لا يوجد ولا سبب. آسف على الإزعاج، ولكن والله يا أصدقائي لا أعرف كورتوا لماذا هو كذلك، يعني ليس سعيد. لا أفهم لماذا. والله آسف يا أصدقائي، والله آسف، لا أملك ولا حل. فأن المونتاج يتعبني جدا، وحتى هاتفي غير قابل للمونتاج. سوف نتقدم إلى مباراة الأنتر. لن أبيع إبراهيم دياز، صحيح أنه لا يتمتع بالفرص التي يستحقها في ظل وجود العديد من النجوم، ولكن يا أصدقائي سترون الخطة. إبراهيم دياز سأبيعه أنا ب30 مليون يورو، فسأبحث عن بديل له ب20 مليون يورو. هو قيمته السوقية 20، فسأشتريه ب30، فدون القيمة 20 مليون يورو. فلو وجدت يعني لاعب مقنع قد أفكر في بيع إبراهيم دياز. أنخل كوريا، والله الخيار يا أصدقائي ليس سيء أبدا. لكن سؤال، هل هو يميني أو يساري؟ لا يظهر. كان عليهم أن يظهروا هل هو يميني أو يساري. يسد باليمين، يعني هو جناح أيسر، فوالله خيار ليس سيء أبدا. ولكن أريد أن أرى بكم أستطيع 17، وسنقوم باستكشافه حتى نعرف بالضبط كم سوف يكلفنا اللاعب. فلا أعرف. أخ الكوريا بالنسبة لي أن أتعاقد معه، صحيح أنه أكبر من إبراهيم دياز، وإبراهيم دياز يتطور أكثر بكثير، ولكن إبراهيم دياز لن يتمتع بفرصة، وهو عربي، وإبراهيم دياز أعشقه. هذا لاعب يعني والله ستايله جدا جميل في اللعب يا أصدقائي. والله آسف يا أصدقائي، فوالله ستايل اللعب جميل جدا. ولكن آسف يا إبراهيم، ولكن لن تتمتع بفرصة في ظل وجود فينيسيوس ورودريغو. وأصلا أنا يعني أريد أن أترك رودريغو وحده حتى يتطور أفضل، حتى أمنحه فرصة، لأني سأبجل إبراهيم دياز لمصلحة الفريق، ولأنه طبعا عربي. فحين أرى إبراهيم دياز وغولير، أنا أحبهما الاثنين، وأحب غولير أكثر حقيقة. يعني إن أردتم الحقيقة فأنا أحب غولير أكثر بكثير، وهو يعني لاعب أعشقه.
أعشق اللاعب أردا جولير، فلذلك أوكي 27 مليون يورو نايس. ولكن المشكل قد يكون الخيار ليس سيء، ولكن كذلك قد لا أستطيع حتى شراءه. يعني تخيلوا أنت تكون هنا حالة الانتقال، من غير المحتمل أن يسمح أتلتيكو مدريد لهذا اللاعب بالانضمام إلى المنافس ريال مدريد، ومبلغ الانتقال 27 مليون يورو كحد أقصى. فانظروا يا أصدقائي لنفكر بذكاء. هو اللاعب يعني أنا سوف ينقص من الميزانية، دائما الميزانية تنقص لي، فقد أصل وأنا لا أملك ثمنها، فلماذا لا أنتظر حتى يأتي الميركاتو الشتوي ومن ثم نقرر. نيكا إريكسن أكبر وأضعف ونفس الريت، لا أفهم لماذا. هذا غونسالفيس أوكي غونسالفيس، ولكن غونسالفيس لعب في برشلونة، يعني لا أظن أنه سيرحب بالانضمام إلينا، وحتى روحه المعنوية سيئة جدا. ورايا ولكن طاقته ليست أفضل شيء. ديمبلي الاتفاق أوكي بريتويت ظننته ظاهرة بريتويت. أوكي هذا الثيات وهذا صار دودو والله يا أصدقائي البرازيليين لهم أسماء غريبة جدا، أو إيكاردي كذلك، والله ليس خيارا سيء. أوكي لكن لا لدي الكثير من المهاجمين. ديمبلي، ولكن حديث الانتقال ديمبلي خاص بالاتفاق، فنضيف البعض. أوكي تياغو الكانتارا، انظروا طاقته 87. لماذا لم يأتيني العرض قبل أن ينتهي الميركاتو؟ لكن سوف أتأكد أولا أن الميركاتو انتهى. هذا تجديد العقود قمت به. ولكن انظروا يا أصدقائي، قال لي رئيسك نجح في التعاقد مع لاعب جديد، اذهب لتراه. فقلت رئيسي تعاقد مع لاعب جديد أمل أن يكون أسطورة، فانظروا اللاعب الذي نجح في الحصول على توقيعه. واو أسطورة الأساطير. سوف أضيفه إلى القائمة وأستطيع بيعه، ولكن لن أحصل منه الكثير، على الأقل ليذهب في 7 أو 8 إعارات حتى ترتفع قيمته السوقية. على الأقل أبيعه ب30 أو 40 مليون يورو حينها، ولكن لا أظن أني سأبقى 8 مواسم. كيلينغارد ندمت لي، ولكن هو ببلاش أصلا. فسنتقدم إلى مباراة انتر ميلان، مباراة الافتتاحية لدوري الأبطال. جولير مصاب يا أصدقائي. أوكي يوم واحد الحمد لله. هل تعرفون من هو هدافنا في دوري أبطال أوروبا؟ لا أوكي ليس في دوري الأبطال، هدافنا بصفة عامة. الجواب خطأ هذا. لا ليس رودريغو،
ليس فينيسيوس، ليس حتى بيلينغهام، ليس إيموبيلي، هو أردا جولير ب4 أهداف. تخيلوا يعني أردا جولير ماذا يفعل. أوكي، سوف أدخل كارفاخال وفقط. قد يلعب تشاوميني هذه المباراة. والله أفكر سأدخل في الشوط الثاني إبراهيم دياز، سأمنحه الفرصة حتى يثبت نفسه. أوكي. تورام باعوه، ليس لا موجود في التشكيلة ولا في البدلاء. أوكي. واو. أوكي، وسيربي ودي فرايخ وشرهانوغلو دمفرايس وباريلا. أين باريلا؟ أوكي، هذه المباراة سنلعبها وستكون المباراة الوحيدة في الحلقة. هيا. أوكي، الإنترنت ضعيف جدا. هاي في سانتياغو، يعني هذا في صالحنا أن تكون المباراة الافتتاحية في سانتياغو برنابيو، لأنكم تعرفون ما معنى سانتياغو في دوري الأبطال. اوكي، دقيقة شبه 10 ولم يسدد أحد على المرمى. أوكي، لدينا الهجوم من الجهة اليمنى يمنحنا أفضلية. دي ماركو ليس في أفضل أحواله. هنا الذكاء. سوف ألعب بهذه الخطة، ستفهمون لماذا. اوكي، حتى نلعب على الجهة اليمنى من بيلينغهام طبعا لاعب أسطوري وسينفعنا طبعا. يعد. اوكي، الاستحواذ يمكن اوكي، لا يحتفظ خط الوسط لدينا بالكرة. نخسر إمكانية السيطرة على خط الوسط وربما يتعين علينا تغيير التشكيلة. ليه انطلقوا؟ ليه مندي يا منتهي يا منتهي؟ ليه سجلوا علينا الهدف الأول جراء مندي المنتهي؟ أنا الغبي الذي أدخلتك. وانظروا ألبا، انظروا، لكن ليس خطأ مندي. يلعب مهاجمون مباراة سيئة. شكرا على المعلومة القيمة. يبذل دفاعنا ما بوسعه. اوكي، هاي نصف الوقت. ليه لا نخسر أول مباراة في دوري الأبطال؟ ليه؟ إيموبيلي سيء جدا، والله ندمت لأني اشتريته بالأحرى. أوكي،
فأدخل براهيم دياز وسأخرج المنتهي مندي. هاي إيموبيلي سأمنحه فرصة لأنه أصلا محبط من أدائه المخيب. يقدم مهاجمون مباراة جيدة. قد تكون هناك حاجة لتغيير التشكيل. أخرجوا دي ماركو وهم كان نقطة ضعفهم لأنهم قد تكون هناك أوكي نزلوا يقومون بالتغييرات. اوكي سأعطيهم تعليمات الاحتفاظ بالكرة. سأمنح فرصة لا أعرف لمن. سأمنح فرصة لخوسيلو حقيقة. سنلعب بهذه الخطة. سأحاول الموازنة بين الدفاع والهجوم. أوكي سأدخل توني كروس. تمريراته ستساعدنا جدا. انظروا دفاعنا كم هو متزعزع. انظر مازالوا يستحوذون على الكرة. والله حرام والله حرام نخسر المباراة. غيروا ظهيرهم دون فرايس. لا أعرف ماذا أفعل. سأغير الخطة مجددا حتى نلعب بخطة أفضل. 4-4-2 قد تنفع. اوكي تشاوميني لعب مباراة جيدة. لا أعرف من أدخل. سأدخل لوكا مودريتش سينفعنا بخبرته. اوكي خوسيلو سيكون المنهي لأنه في الفينيشينج أفضل من فينيسيوس. كورتو سيكون حارس مرمى متعاصر حتى يكون متقدم وكرفخال وألابا لاعب جناح خلفي حتى يساند الهجوم. تشاوميني اوكي. توني كروس لا اوكي اسف يا اصدقائي. مربعة لاعب خط وسط صانع العاب متقدم او دعم المهاجم افضل. والان اوكي اخرجوا ادخلوا ارنودوفيك من اكثر اللاعبين الذين يعجبني لعبهم. ادخلنا لوكا مودريتش. اوكي ربما حان الوقت لاشراك بعض المهاجمين الاضافيين نتيجة في المباراة. اوكي 21 دقيقة يعني ما قاله مساعدي كلام صحيح جدا. سنلعب هكذا. اوكي مودريتش لا يلعب مهاجم طبعا. لا أعرف يا أصدقائي. ليتني أدخلت لوكاس فاسكيز كظهير على الأقل صبغته هجومية جدا. يمكنني
لم يقوموا بتغيير لاعب مودريتش. اوكي، سنلعب هنا والظهيران هنا، وليكن ما يكون. والله يا أصدقائي آسف، والله يا أصدقائي آسف، والله. أوكي، ركلة حرة مودريتش. الحمد لله، قلت لكم هذا بخبرته يفيدنا، قلت لكم بخبرته سيفيدنا. الله يا مودريتش، الله. انظر التنفيذ، واو يا لوكا، يا لوكا، واو يا مودريتش يا أسطورة. هذا هو أسطورة كرة القدم. أوكي، واو 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 يا التنفيذ. الآن سوف نعود إلى الخلف قليلا. سيلعب إبراهيم هنا. سنلعب بخطة 4-3-3 أو ليه لم تنفعنا. سيلعب لوكاس هنا، إبراهيم هنا، وفاسكيز لا أعرف أين. أنت لا تلعب هنا طبعا. ليه؟ هل يلعب خط وسط؟ لا يلعب. والله يا أصدقائي لا أعرف أين أضعه. هل يلعب مهاجم؟ سوف ألعب به متأخر هنا، وخوتسلو هنا، وإبراهيم سيلعب من هذه الجهة. هذا أفضل ما عندي حقيقة. لا يمكنني إفادتكم أكثر من هذا. هاي المدير المساعد بعد الهدف لم يتكلم، لا أفهم لماذا. أوكي، الحمد لله، على الأقل تعادل أفضل من الخسارة بكثير. الحمد لله، ولكن في ملعبنا، يعني في ملعبهم قد يفوزون علينا. أصلا سنكون المركز الثاني أو الثالث الآن، سترى إذا فاز طبعا. كيتي فريخ رجل المباراة. والله أفكر في شراء دي فرايخ وأبيع مدافع سوبر حتى أحصل على بعض المال. أوكي، السيتي فاز على ميلان، نيوكاسل على بورتو، برشلونة على أونيون برلين، دورتموند على نابولي، أتلتيكو على سيلتيك، سيفيلا 5-0 على شختار. واو. مانشستر يونايتد لم ترحم هذا النادي، وبايرن فاز على كوبنهاغن. اوكي، مباراة ليست سيئة حقيقة قدمناها. إحصائيات. اوكي، انظروا، أوسيمين في 8 مباريات سجل 11 هدف. اوكي، هذا هالاند وهذا جيرو. كاين لاعبيني. لا أملك هداف. لا أعرف من هو السوق الأفضل، هل هو سوق الانتقالات الخاص بي أو خاص ببرشلونة. برشلونة جلبوا محمد صلاح.
فقط محمد صلاح فقط. سوف أرى، أتأكد. أوكي، الفريق، وسوف نتأكد. أوكي، في الدفاع لم يقوموا بولا تعاقد إضافي طبعا. في خط الوسط لم يقوموا بولا تعاقد، وفي الهجوم صلاح فقط. أوكي، انظروا، فيتور روكي كان بإمكانهم بيعه ب24 مليون يورو. الأغبياء كان بإمكانهم جلب مهاجم فتاك. اوكي، لامين يامال بكم تبيعونه؟ 15 مليون يورو. اوكي، لكن طبعا لن يبيعوه للمنافس. والفريق الاحتياطي من فيه؟ هل لديكم لاعبين؟ اوكي، لا أرى أحدا. لا يملكون ولا لاعب. وجوي، نسيت ما اسمه، هو المهاجم، وضعوه على قائمة الإعارة. والله هذا مهاجم أسطوري. هل تبيعونه ولي ب4 مليون؟ هذا ما أملكه. اوكي، 4.5. ما رأيكم في كل المال الذي أملكه؟ اوكي، 6 مليون، سأعطيهم 6 مليون. اوكي، لأني الغريم لم يقبله، لكنه حقيقة مهاجم يعجبني كثيرا. اوكي، ومن هم اللاعبون الذين أعاروهم؟ ديست 81. الأغبياء لماذا لم يرجحوه ويبيعوه؟ كان بإمكانهم بيعه ب20 مليون يورو. جوليان أراوخو. اوكي، بابلو توري، لمن أعاروه؟ جيرونا، نعم. أنسو فاتي 81. فيرمين لوبيز، لمن أعاروه؟ وهذا نيتي. الإنجلي، الأسطورة الإنجلي إيريك غارسيا طبعا. فوالله أصدقائي، سوق انتقالاتنا أفضل. أوكي، ماذا حدث؟ لأننا ننظر مع من تعاقدنا نحن، مع لاعب 91، وهو اللاعب برونو فرنانديز. وكذلك تعاقدنا مع لاعب لينيورو، وتعاقدنا مع وولكر، ومن كذلك فقط على ما أظن. فوالله سوق انتقال. وإيموبيلي، كيموبيلي أظن أن طاقته انخفضت. والله خذلني. انظروا، يشعر بخيبة أمل من أدائه. سنتقدم حقيقة في الموسم. أظن أني بعد موسم سأقوم ببيعه، لأنه حقيقة خذلني جدا. أشعر بخيبة أمل من هذا اللاعب،
ظننت أنه سيبدع معي وسيكون هداف الفريق، لأني في الحقيقة يعني مظلوم جدا باللعب في نادي مثل لاتسيو. أوكي، هذا كي كورتو سيتطور ل92. أسطورة يا كورتو. اوكي، ريتشارليسون. والله فكرت في شراء ريتشارليسون، لو اشتريته مكان اللعب. اوكي. الكلاسيكو. سوف نتقدم كتقرير السكاوت. سنختم الحلقة بمباراة الكلاسيكو، وطبعا نلعبها كاملة لأنه الكلاسيكو، كلاسيكو الأرض. كي رودريغو لن يلعب للأسف، مازال يومان على إصابته. كي يجب التصرف بذكاء الآن. لن ألعب بإيموبيلي لأنه خذلني كثيرا. قد أدخله كبديل. فوالله أن تلعب بروديجر كقلب هجوم أفضل من أن تلعب به. سألعب بخطة 4-3-3. اوكي، سأضع كي برونو يلعب. لا أعلم هل ألعب بهذه الخطة. سألعب هذه المباراة بتوني كروس ومودريتش. مودريتش أبدع معي في أخير المباراة، يعني أنقذني من خسارة. اوكي، وألابا يلعب هنا، وندخل روديجر مكان مندي الذي خذلني، كان سبب في هدف الانتر. اوكي، جولير لا أظن أنه سيتمكن من المشاركة، ولكن ستكون تجربة جيدة بالنسبة له. اوكي، أظن أني سأقوم بها. الحارس مهم حقيقة. قد أقوم أيضا لفيدي فالفيردي، لأنه يعني لو وصل إلى 96 فسيعتبر أسطوري. يعني تخيل أنت 96. اوكي، وكورتو أصبح 96. لماذا؟ اوكي، 96. واو. وفيدي فالفيردي كذلك سأطوره. وأيضا ميليتاو، لما لا؟ يعني المدافع مهم. أن يكون لك مدافع قوي فسيساعدك على تحقيق الفوز. لكن أظن أني سأغير في أول المباراة. سوف أغير بين فالفيردي وبلينغهام. أظن أن بلينغهام كخط وسط ينفع أكثر من أن أضعه كجانح أيمن. كيف فالفيردي أصبح 96.
ولما I لا used to be a كذلك؟ truck driver myself, but I wanted to create my own empire. كذلك اللاعب إدر ميليتاو، فأن يصبح لديك ثلاثة يعني اللاعبين الذين 90 فأكثر، مودريتش وتوني كروس وإدر ميليتاو. اوكي، ميليتاو أصبح 93. فانظروا، أصبح لدي برونو وفينيسيوس وبلينغهام ومودريتش وفالفيردي وتوني كروس وميليتاو وكورتوا، كلهم 90 فأكثر. 8 لاعبين، 3 لاعبين فقط. اوكي، حتى أنا يعني لاعبين فقط، ليس في 90 أو أكثر. اوكي، طبعا لعب المباراة كلاسيكو، أول كلاسيكو لي كمدرب لريال مدريد طبعا، وقد أكون غدا مدرب غريم برشلونة. يعني لا، هو اللاعبين من السيء أن تلعب لبرشلونة ثم لريال مدريد أو العكس. ولكن يا أصدقائي، هل لاحظتم شيئا؟ ولا لاعب لعب لريال إيش يا أصدقائي على الانقطاع، ولكن سنبدأ المباراة. وركلة البداية أظن أنها عندنا، لا عندهم. تخيلوا، صار في الكلاسيكو اللون الأبيض ليس لريال مدريد. وكما قلنا سنضع اوكي، لا أستطيع للأسف. كلا الطرفين متفقين من حيث القدرة. لا، كلامك غبي جدا يا مساعدي. اوكي، ولا تزيد على المرمى حتى الآن، لأنه كلاسيكو. يعني إذا سددت على المرمى فيجب أن تسجل. إن برشلونة أقوى من ناحية اليمين، يتعادل أن نكون في الجهة اليسرى. ألابا لا يقدم مباراة جيدة، لأن محمد صالح هو من الجهة اليمنى، لذلك لهم نقطة قوة من الجهة اليمنى. اوكي، يبدو مهاجمون خطيرين، هي مسألة وقت فقط قبل أن نسجل هدفا. اوكي، بشرني يلعب خط وسطنا في العمق، مما يترك هجوما معزولا، أننا نخسر إمكانية السيطرة على خط الوسط، وربما يتعين علينا تغيير التشكيلة. ديونغ، كاسيلو، لا 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 لا، سيسجلون بما أنهم قاموا بهكذا فرصة. أوكي، سجل ديونغ صار يسجل وسجل علي. مشكل يا أصدقائي. الهدف الأول، وصلاح هو الذي صنع، حتى وإن لم يسجل صنع. والله صلاح خطير، ولكن الريال هي عقدة صلاح، فكان علينا أن نلعب بشكل أفضل. يراهن برشلونة بسهولة دفاعيا، نحن نبذل ما بوسعنا، قد نضطر إلى تغيير تكتيكنا لنفوز بالمباراة. أوكي، لدينا فرصة. فيني العب، لا تكون أناني. وحده كان. أوكي، فيني مراوغ، نسيت. لا يا أناني، يا أناني، يا أناني يا فينيسيوس. والله فينيسيوس أناني يا أصدقائي. اوكي، منتصف الوقت، والله فينيسيوس أناني، كانت النتيجة 1-1. اوكي، سأحاول أن ألعب بعقلاني. هذه التشكيلة أفضل. اوكي، لن أبدأ بالتغييرات، سأمنح اللاعبين فرصة.
قد تكون هناك حاجة لتغيير تكتيكاتنا لنقلب المباراة لصالحنا. معلومة غبية جدا. لا 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 لا, لا تسجلوا. لا والله هدف يكفي، والله 1-0 تكفي. لماذا فضيحة؟ اوكي كورتوا شكرا. والله كورتوا كان عليه ان يتصدى. 96. اوكي كروس يقدم مباراة جيدة. أظن أني سأبدأ بالتغييرات. سيدخل إيموبيلي لأنه يعني لاعب يعتبر جيد. اوكي بلينغهام يجب أن يذهب إلى العمق، وفيني يذهب هنا، وبلينغهام هنا، ومن ثم نلعب بهذا التكتيك. اوكي ونلعب في الهجوم أفضل الظهير الأيسر. والله خائف أن أدخل مندي لأن محمد صلاح هذا يعني لا يجب الاستهانة به. أوكي أخرجوا بدري وأدخلوا جافي. لا أعرف هل هو شيء جيد أو لا. اللاعبين ممتازين. فألعب. المشكل أني لم كان علي في الأول أن أضعه ليس لاعب جناح خلفي، مدافع، لأنك أمام أوكي الاحتفاظ بالكرة. أظن أن الهجوم الضغط أفضل. اوكي القائد بيلينغهام لماذا؟ مودريتش القائد. عقوبة الجزاء ستكون فينيسيوس، يعني ركلة جزاء. وركلات الحرة لماذا إيموبيلي؟ أنسيتم من منعنا من الخسارة في آخر مباراة؟ هو من أوكي فينيسيوس أفضل في التسديد، سنعطيه هذا، لكن هذا يجب أن يكون اللاعب يسدد القدمين. أوكي وهذه كروس يتميز بالدقة. أنا تحتاج الدقة هذه. والله خائف يا أصدقائي. ليس من الجيد أن تخسر أول كلاسيكو لك كمدرب. اوكي شكرا ميليتاو. واو شكرا يا ميليتاو. شكرا على الهدف الثاني الذي كان بسببك. شكرا. والله لا أعرف ماذا أقول. وأخرجوا جاندوغان وأدخلوا فيران توريس. يعني بدل أن يلعب بصبغة هجومية يلعب بصبغة دفاعية، يلعبون بصبغة هجومية، يعني يستهينون بنا. فيران توريس أدخلوه كخط وسط، وعلى الأغلب سيضعون جواو فيليكس CF وراء ليفاندوفسكي ويذهب مكانه فيران توريس. شكرا. ديونغ مباراة جيدة يقدمها حقيقة. بالدي 10/10. أوه. اوكي سوف أغامر. ماذا حدث؟ كارت أحمر. تحصل فالفيردي على كارت أحمر. واو لا أعرف ماذا حدث. والله لم أفهم ماذا حصل للفالفيردي. لم أفهم شيء. كان لا يهم. سأغامر وأدخل أردا جولر وإبراهيم دياز. أوكي إبراهيم دياز لا يدخل مكان فالفيردي. أظن أن فالفيردي كارت أحمر. اوكي تشواميني لا يلعب. انا اصلا احتاج لاعب بصبغة هجومية حتى يساعدني على التسجيل.
هيا متى نقوم بالتبديلات؟ اوكي، ادخلوا روكي. الحمد لله على الأخر. لن يسجلوا علينا هدف آخر. يحصل برشلونة عدد كبير جدا انتهت هذه المباراة. بالنسبة لنا الآن من المحتمل التبديل بعد حتى يتمكنوا من الراحة. حسمت الأمور كما قال المساعد. سأخرج هذا، سأمنح فرصة لإبراهيم. اوكي، إبراهيم أدخلته أصلا. سوف أدخل اللاعب خوسلو، لا أعرف لماذا ولكن أريد إدخاله. سأضع هذا هنا. فالفيردي لا أفهم ماذا حدث له. أوكي، ومن نقح ولوكاس فاسكيز لما لا يلعب كذلك. اوكي، لم يظهر أن لاعبنا تحصل على ورقة حمراء، يعني هو مصاب على الأغلب، لا أعرف ماذا حدث له. اوكي، هاي العب يا برونو، يا برونو يا أناني، يا أناني، والله اللاعبين أنانيين يا أصدقائي، والله لولا الأنانية لفزنا. فرصتين. واو واو واو، شكرا جزيلا لكم، والله يا أصدقائي. أسف على أخي الذي دائما يريد إفساد فيديوهاتي، والله. أوكي، أسوأ مما كان متوقعا بدون معالجة. ليحتفظ خط الوسط لدينا بالكرة، إن أداء لاعبي الخط الوسط لدينا أسوأ مما كان متوقعا بدون معالجة، ذلك لا يمكن أن نتمكن من الفوز. أوكي، أصلا المباراة انتهت 95 دقيقة. عن أي مباراة يتحدث إذا قبله؟ أوكي، هيا جولير، شكرا. أوكي، في ملعبنا في سانتياغو خسرنا، فماذا عن ملعبهم؟ فالمباراة انتهت والحلقة كذلك انتهت يا أصدقائي. فاكتبوا لي ما هي أفضل خطة يمكن أن ألعب بها. يعني جربت كل الخطط ولكن لم ينفع. قولوا لي ما هي الخطة التي ألعب بها حتى أحقق الفوز. وفرينك دي يونغ طبعا رجل المباراة. كيف الفيردي خرج ودخل إيموبيلي. اوكي، والله لم أفهم يا أصدقائي. شكرا يا لاعبين. كما هذا سوكر مانجر 2025. هربت برشلونة في الدوري. اوكي، فيا أصدقائي قولوا لي ما هو الخطب بالتشكيلة. وأصلا يعني الإصابات أثرت. اوكي، سحبوا عروض إبراهيم ليهم. ورودريغو عاد. سيأخذ مكان جولير. ونعود لخطة العادة. فينيسيوس جناح أيسر، أنت جناح أيمن. إيموبيلي قلب هجوم. شكرا. اوكي، كيبا تطور زائد 1 دون ان يلعب اصلا وهو مصاب. فواو. ولونين لم يتطور رغم انه اصغر منه بعديد السنوات. لا اعرف من كان على الاغلب ما كان خوتسيلو. والله يا اصدقائي لا اعرف ماذا افعل، والله الوضع صعب جدا.
لا أعرف ما هذا، ولكن على كل حال سوف أحفظ. هذه خطتي حفظتها. وشكرا رودريغو على إصابتك التي جعلتنا نخسر. فلا أعرف ماذا أقول حقيقة. عاجز عن الكلام، والإدارة ستوبخني لأن خسارة الكلاسيكو وفوز كل المباريات لن يفيدني شيء. الكلاسيكو أهم مباراة في الموسم، أهم حتى من نهائي دوري الأبطال. فلو أقلتني الإدارة بسبب أني لا أعرف ماذا حدث، فلو أقلتني الإدارة نقل عطاء لمن؟ يا ربي لسيبايوس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ليسستر لن يضيفوا. الشروه 9900 والله أسطورية. سوف يناقش شروطها الشخصية. ناقش على راحتك، المهم اذهب من عندي. والله يا أصدقائي محبط. ولكن أن تبيع سيبايوس أرجع في الأمل. كيف سوف ننهي كي مودريتش لا أبيعه. لن أجد لاعب طاقته 90 وبثمنه، مستحيل. مباراة ضد ريال بيتيس في ملعب ريال بيتيس. كي مازال أسبوعان ويعود والكر. كي سوف أريح بعض اللاعبين، لأن ريال بيتيس صحيح أنهم ليسوا من المنافسين على الدوري، ولكن يبقى فريق قوي. سأريح بلينغهام، ولكن أدخل لاعب قوي وهو برونو 91 طاقات. فلا يمكنكم أن تقولوا عنه ضعيف. فاسكيز سيلعب هذه المباراة ويرتاح. رودريغو الذي لا أعتبره لأقل المباراة. الكثير من المباريات مؤخرا من خلال سمة المدير الفني تناغم الفريق تم توفير تدريب تكتيكي غير كاف. أوكي لا، سيبايوس سيذهب عنا وضعيف جدا. لماذا؟ أريد أن أعرف فقط لماذا أنت ضعيف جدا. محبط لوضعك في قائمة الانتقالات. سأزيلك بما أنك أصلا تم بيعك. أوكي، قد يشارك كولير في المباراة، كذلك فران غارثيا سأمنحه فرصة. كذلك فيرلاند ميندي. لكن ليه؟ يجب أن يكون موجود فيرلاند ميندي. سيكون مكان إبراهيم ونبدأ المباراة. سنلعبها سريعا. إسكو وفقير وخوسي، والله تشكيلتهم ليست ضعيفة مثل ما تصورت. اللعب السريع. والله لو لم يفوزوا في هذه المباراة سأعتزل تدريب ريال مدريد. سوف تقف السلسلة حقيقة. حتى الشرية لعبة بلاي ستيشن على الأقل أفهم في الكارير مود FC 24 كيف النظام، أما في هذا لا أفهم حقيقة. ستكون تسديدات على المرمى 1-1. والله ستقف السلسلة وسأقوم بسلسلة أخرى تدريب برشلونة حتى أشجعهم وأحمسهم للفوز. لا أدرب برشلونة.
كي سددنا تسديدتين لم نسجل ولا هدف. شكرا. والاستحواذ لهم، تخيل يستحوذون أمام ريال مدريد. أوكي سجلنا الهدف الأول من فينيسيوس. شكرا. سأريح اللاعب فالفيردي للمباراة القادمة كي يقدم مباراة جيدة. فران غارسيا استطاع التأقلم. اوكي سأمنح فرصة للاعب أردا جولير. لوكا مودريتش سيلعب. رودريغو سيدخل. لا أعرف. أحتاج كورتوا إلا لا أدخلت، ولكن أصلا لونين لم أجلبها للملعب. وكيف فالفيردي لم أقم بإخراجه أنا؟ لم أفهم شيء حقيقة. أخرجته لكن اللعبة مقالتش. اوكي هاي فقط لا نبلع التعادل. كي 55 دقيقة وقفت هناك. كي سددنا تسديدة رابعة. سددت تسديدة ولم يسجل الحمد لله. كي سددنا تسديدة خامسة 6 تسديدات وسجلنا هدف واحد. شيء سيء جدا يا أصدقائي ومقرف جدا. نعاني بصفة غريبة. اوكي انتهت المباراة 1-0. لا أرأيتم حين قلت لهم لو لم تفوزوا سنقطع السلسلة؟ اللاعبين تحمسوا طبعا. أمزح بيسف يعني هي حظ. لكن يا أصدقائي الحمد لله فزنا وفيني رجل المباراة. والله فران غارسيا قد أبدأ في التعويل عليه لأن مستويات ألابا مخيبة للآمال. مستوى ماندي مخيب للآمال. في المباريات الكبيرة يخذلونني. فقد أمنح فرصة لفران غارسيا. قد أبدأ أدخله في المباريات الصعبة كبديل يلعب 20 دقيقة وأراه إذا أبدع في 20 دقيقة فسأدخل به أساسي في المباريات الصعبة وأترك الباقي يلعبون المباريات السهلة. كي المباراة القادمة في دوري الأبطال سهلة ضد فينورد. اوكي يقولون لي تم الاتفاق على انتقال سيبايوس سوف ينضم إلى ليستر سيتي عندما يفتح باب الانتقالات التالي. يجب أن يكون ليستر سيتي قادرا على توفير أموال كافية للانتقال في ذلك الوقت. اوكي كيف فران غارسيا مصاب على ما أعتقد. لياقته 63% فقط. لماذا حسنا فقط؟ لقد شاركتك أساسي. كان عليك أن تسعد. والانسجام سيء. لا أفهم لماذا. فيا أصدقائي ننهي الحلقة هكذا. فلا تنسوا لايك والاشتراك في القناة وقولوا لي أولا هل نبت إذا حصلت على بلاي ستيشن. قولوا لي في التعليقات. لم أرى ولا تعليق عن هذا الموضوع. أي نادي أبدأ فيه؟ هل مثل ما فكرت أنا أنافس جوتا على الجناح الأيسر في نادي الاتحاد السعودي أو حتى أبدأ مع نادي يوفنتوس يعني ألعب كLWB. فكرت في الموضوع قليلا وجدت أنه ليس خيار سيء. أو أبدأ كذلك يمكن في بايرن ميونخ وأنافس جيراسي وموكوكو على الإستي. فقولوا لي يا أصدقائي. فهناك كثير من الخيارات حتى أن أبدأ في جالاتا ساراي. طبعا ليس مهاجم لأن لديهم إيكاردي. فأكون جناح أيمن أو جناح أيسر على الأغلب جناح أيسر لأني أحبذ. أو كذلك نبدأ مع النصر مع كريستيانو رونالدو. فقولوا لي يا أصدقائي. لدي الكثير من الأفكار.
يمكن حتى أن نكون في فريق قوي ونحاول أن نثبت أننا نستحق اللعب كأساسيين. كمثال أبدأ مع برشلونة أنافس لامين يامال، طبعا ليس لامين يامال، أكون جناح أيسر. يعني تخيلوا يجلبون مهاجم فتاك، فنصير أنا على اليسار ولامين يامال على اليمين والمهاجم في المنتصف، ونتطور أنا ولامين يامال فسيكون شيء أسطوري حقيقة. فقولوا لي، لدي الكثير من الأفكار. أنا حتى في مهنة مدرب قد أفاجئكم بتدريب نادي توتنهام، وطبعا اللاعب الإسرائيلي سأتخلص منه، هو اسمه سولومون على ما أعتقد. بحثت عنه فوجدت أنه أصلا يعني هو لم يلعب سوى أقل من 1000 دقيقة مع الفريق، يعني شارك. هو لاعب بديل ومغمور جدا، والفيفا وإف سي أعطته ريت 81، نفخته جدا. وكذلك يمكن أن نبتعد عن هذا اللاعب الإسرائيلي وندرب نادي برشلونة حتى نعيده للألقاب، أو ندرب كذلك لما لا نادي ريال مدريد مثل ما أفعل أنا الآن. فقولوا لي في التعليقات، ولا تنسوا لايك والاشتراك، وإلى اللقاء.